السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قصة جديدة مع قصص وحكايات نادية شاكر. اليوم قصتنا كتقول: كانت واحد البنت سميتها سعاد. هاد البنت كانت طالبة في مرحلة الثانوية. في يوم من الأيام طلبت من الأستاذ ديالها اللي هو أستاذ اللغة الإنجليزية باش يعطيها دروس خصوصية، لأنه كانوا عندها امتحانات وما كانتش فاهمة بعض الدروس. وهو ما رفضش، قال ليها واخا ما كاين حتى مشكل، جي عندي للدار وباش تاخدي الساعات الاضافيه. قالتها لدارهم وقالت لهم باللي انه هو استاذها وغادي يعطيها هاد الساعات بمقابل مادي. حتى هما قالوا ما كاين باس، ما كاين خوف. صيفطوها قالوا لها سيري. وهنا كانت الكارثه. فاش مشات سعاد عنده للدار، استغل هو الفرصه ديال تواجدهم بوحدهم واعتدى عليها بالقوه واغتصبها. حاولت تقاوم ما قدراتش، وملي خرجت من عنده قالتها لدارهم، مشاو بلغوا بيه وحاولوا كاع انهم يقتلوه. ولكن البوليس داروا خدمتهم، ودازت تقريبا شهر او شهرين. خاص الناس بداو يتدخلوا بينات العائله وهذا الاستاذ. صحابو والمعارف ديالو كيتدخلوا باش الاستاذ ما تضيعش ليه الخدمه ديالو والسمعه ديالو، باش يلقاو شي حل مناسب ويوقفوا هاد القضية. فعلا في الأخير اتفقوا باش يزوجوا سعاد للأستاذ اللي هو كبر منها ب15 عام. عائلته كان المهم عندهم هو أنهم يتفكوا ويتهنوا من الفضيحة، وخصوصا من بعد ما تبين بأن سعاد حاملة من بعد هاد الشهرين اللي دازت. حاملة من طبيعة الحال من الأستاذ. هو وافق باش يتزوج بها، ولكن بشرط انها تجهض الحمل ديالها. والاب ديالها قال ليه هذاك الشيء شغلك انت، المهم هو انك تزوج بها. ملي تديها عندك حيد ليها الحمل، دبر انت وياها، الذنوب هذيك ساعه عليك. صافي تزوجات سعاد ومشات عند الاستاذ وعاشت معاه. ولكن من بعد كتكتشف باللي هذا الاستاذ بخيل بزاف. عانات معاه مسكينة معاناة كبيرة بزاف، كان كيضربها ويهينها. ما كتاكل ماكله مزيانه، ما كتشرب ما زعما عذبها في حياتها. دازت السنين. هاد الاستاذ تل تقريبا، هادشي اللي كنعاود لكم راه وقع في 1975. دازت السنين حتى وصلت 1995. ديك الساعه هو جاها عرض ديال العمل في بلد الخليج باش يمشي يقري تما الدروس الانجليزيه. سعاد شجعاته لانها باغا تهنى منه، قالت ليه سير مادام الخلاص اللي غادي تخلص مضوبل او مضروب في ثلاثة، سير وخدم تما. هي بغات تهنى منه، بغاتو يمشي ما يبقاش ضاغط عليها. المهم سافر الزوج ديالها مشى. ما قلتش لكم بان هي خلا عندها وليداتها، راه عندها ولدات معاه بنت وولد، تقريبا غيكونوا في سن المراهقه تاع 17 18 عام. صافي بقات هي وليداتها تهنات منه، بالاخص حيت هي كانت تزوجات به كيف عرفتوا، مغصوبه عليه، هو غير اعتدى عليها واغتصبها وزوجوها ليه. وللاسف كثير من العائلات كيزوجوا بناتهم الاشخاص اللي اغتصبوهم، وهذا الشيء عندنا حتى حنايا في المغرب. كتكون هي باقا قاصر وتعرضت للاغتصاب وكيزوجوها لهذاك اللي اغتصبها، كيكون دمر ليها حياتها وكيزيد يدمر ليها حياتها ملي كتكون عنده. هو ما تزوجها لا باغيها لا عن حب لا والو، غير تصحيح غلط، ما كتعيش مسكينه مزيانه. هذا الشيء اللي جرى لسعاد حتى هي. المهم في هذاك العام اللي مشى فيه راجلها، سعاد تعرفت على واحد الشيفور ديال طاكسي كان كيديها ويجيبها فين ما بغات. المهم فاش تعرفت على هاد الشيفور، كتجمع معاه كتضحك معاه. خدوا نماري التليفون ديال بعضياتهم. بقاو هكا هاد العلاقه تاع الجماعه والضحك وهذا بشوي بشوي تا ولاو كيبغيو بعضياتهم. صافي ولات بيناتهم علاقه غير شرعيه من طبيعه الحال.
السيدة راه مزوجة، ولكن دارت علاقة غير شرعية مع هاد الشيفور. في واحد النهار بنتها عرفاتها بأنها عندها علاقة مع هذاك الشيفور. هي خافت، البنت من طبيعة الحال واجهت الأم ديالها. هي خافت لا تفضح، لا يسيق لها ولدها الخبار، لراجلها حتى هو توصلوا الخبار. اشنو دارت هاد الحقيرة سعاد؟ مشات عند الشيفور وقالت ليه شوف ليا شي واحد من صحابك يتعرف على بنتي ويطيحها في الشبكة، والمهم تطيح معاه في شي علاقة ماشي هي هذيك، وانا غادي ندير بحال الا حصلتها ونستر عليها، ونوليو انا وياها بحال بحال، نوليو في الهوا سوا، ما تبقى تشد عليا حتى شي حاجه. داكشي اللي دار الشيفور، جاب ليها واحد بقى كيتبعها ويدور بيها حتى غرر بيها. صدقاتو مسكينه البنت، كيقول لها راه غنتزوج بيك وداكشي. بنت باقا مراهقه، باقا صغيره، ما فاهمه والو. ولا كيجي عندها امها بينت ليها بانها اكتشفت موضوعها. البنت بدات كطلب فمها باش تسمح ليها وكتعتذر على هذا الشيء، وانا ما عرفتش هذا. وهي ما عارفاش مسكينه بان الام ديالها هي والشيفور هما اللي خططوا لهذا الشيء، وهما اللي طيحوها في هذه الشبكه. الام قالت لها صافي ما كاين حتى مشكل، المهم جيبي الولد ونتعرفوا عليه وهذا، وما كاين باس. صافي هي هذيك ولات الام كتجيب عشيقها للدار اللي هو الشيفور، والبنت حتى هي كتجيب حبيبها للدار، بخبار بعضياتهم. ولكن الولد ما كيكونش ولدهم، كيكون ولدها يعني خو البنت ما كيكونش، كيكون خارج او في المدرسه او هذا، ما داكشي كيجيو في السر. مشات ليام وجات الولد، بدا كيشك في الموضوع، كيشوف الامور كدوز في الدار ماشي هي هذيك. هاد الشيفور اللي ديما كيجي علاش بالاخص هو ان هاد الولد كان متفوق في القرايه ديالو، وكان حريص على اختو لان الاب ديالو وصاه قبل ما يمشي. وكانت الام ديالو شنو كدير؟ كانت ديما كتعطيه الفلوس وتقول ليه سير سافر، سير خرج مع صحابك، سير فوج على راسك، باش ما يبقاش معمر عليها الدار. فاش حس هو بهاد الامور ماشي هي هذيك، ما بقاش بغى يخرج من الدار. تما قال ليها هاد الشيفور اللي دائما جاي ما عندنا بيه حتى علاقه، ما بقاش غادي يدخل عندنا لدارنا. صافي سعاد خافت، والبنت حتى هي، حيت هو ضيق عليهم الخناق. كيفاش غيديروا دابا يتلاقاو بعشاقهم؟ قررت سعاد انها تتهنى من ولدها. قالتها لعشيقها، قالت ليه ولدي راه بدا كيحس بيا، انا وياك ما نقدروش نتلاقاو، وبالاخص في الدار. وبنتي حتى هي ما بقاتش غادي تتلاقى بالولد اللي كتعرف، وانايا غادي نتفضح وعلاقتنا غتنتهي. شوف كيفاش دير ليا لولدي باش نتهنى من هاد الشيء. هو قال لها كوني هانيه، انا غادي نقول لك الحل اللي غادي ديري لولدك باش غادي يهنيك. قالت لي اشنو غادي ندير ليه؟ قال لها غادي تحاولي انك تخليه يولي مدمن. قالت لي وكيفاش غادي ندير ليها؟ قال ليها غادي تحطي ليه مخدر، انا اللي غادي نجيبو ليك، ديري ليه في اتاي ولا في العصير ولا في القهوه، المهم داكشي اللي كيطلب ديري ليه فيه هاد المخدر اللي غادي نجيب ليك، 2 مرات 3 4 راه غادي يولي مدمن. وفعلا هاد الام الحقيره داكشي اللي دارت، خدات المخدر وداتو، ولات وقت اللي ولدها بغى اتاي ولا عصير كدير ليه فيه هاد المخدر وكتعطيه ليه. ولا الولد حابس راسو في البيت، ولا مسكين كيحس كيجيوه هلاوس من طبيعه الحال، راه ولا مدمن، ما بقاش كيخرج من الدار. كيحس بامور ماشي هي هذيك، ولكن ما عارفش راسو مسكين مالو. هو راه كيتعاطى بدون علمه، كيتعاطى المخدرات وما عارفش بان امه حسبي الله ونعم الوكيل فيها، هي اللي كتحطهم ليه بيديها. وانتم كتعرفوا بان هذاك الانسان اللي كيكون فاسد الاخلاق او مدمن او كيقلب غير على الشهوه، كيكون مستعد يضحي باي حاجه، يضحي باقرب الناس ليه.
هاد الام خرجت على بنتها هي الاولى وكملت بالولد. المهم قالت للشيفور راه الولد ما بغاش يخرج من الدار، هو واخا مسكين وقع ليه داكشي ما كيخرجش من الدار، ولا هي باغاه يخرج باش تبقى الشيفور يجي عندها. قال لها شوفي غتحطي ليه المخدر وملي تحسي بيه صافي ولا في عالم اخر كيف كيقولوا ديالنا كيتبوق، قوليها ليا وندخل عندك للدار. داكشي اللي دارت، قالتها ليه صافي دخل. قال لها ماشي شغلك انا عارف اش غندير. دخل عنده للبيت، الولد مسكين غايب على الدنيا. دخل عنده خنقو، جمع ليه يديه على عنقو مسكين وخنقو، بقى خانقو حتى خرجت الروح. الام والبنت جاو واقفين، قال لهم صافي راه هنيتكم منه مره واحده. الام سكتات ما قالت والو. البنت تقلقات شويه على خوها، ولكن قالت صافي تهنينا. حتى هي راها ولات بحالها بحال امها، طينه وحده. المهم تجمعوا بثلاثهم، هزوا الجثه وداوها دفنوها في واحد المنطقه صحراويه بعيده على الناس، ورجعوا في حالاتهم عايشين حياتهم عادي، هما والعشاق ديالهم، كي البنت كي الام، داخلين خارجين للدار، ما كاين لا ناهي لا منتهي. الاب باقي مسافر خدام في هذيك الدوله العربيه كيصيفط ليهم الفلوس. هاد الاب ديالهم عنده باه يعني جد هاد البنت والولد. هاد باه كيجي كيسول عليهم مره ماشي ديما، ولكن كيجي يسول زعما على وليدات ولده، وديما كيسول على حفيدو ما بقاش لقاه. كيقول ليه ها فين هوايا؟ ملي كيسول عليه اللي اختفى فجاه ما بقاش كاين. قالت ليه راه مشى يخدم على برا. قالت ليه راه مشى لبرا، راه صاوب الوريقات ومشى، راه صدعني. قال لها كيفاش هو باقي صغير، يلا عنده 18 عام، اش من خدمه غيقدر يخدمها هاد الولد برا، وكان كيقرا وكان. قالت ليه راه هو اللي بغا وهو اللي صدعني، وانا راه حاولت جمعت ليه الفلوس وراه مشى بغى يخدم على برا، راه مشى. المهم هو هاد الجد ما دخلش ليه الصراحه هاد الموضوع لراسو. قال الولد معقول، وكان هو اللي رد البال لامه والختو في الغياب ديال الاب ديالو. ما يمكنش يسافر بلا ما يتشاور لا معايا لا مع بواه. هاد الشيء ماشي زعما ما دخلش ليه راسو. وهو اش دار لهاد الاب؟ عيط صيفط رساله لولدو، قال ليه راه ولدك ما كاينش، وراه الام قالت لي راه خصك تجي تقلب على ولدك تعرفوا فينا بلاصه مشى ليها وعلاش مشى. الاب راسل بواه، قال لي صافي انا غادي نجي، انا غنرجع للبلاد ونشوف شنو كاين. المهم الزوج تواصل مع مراته سعاد وقال لها انا غنجي الاسبوع الجاي في اليوم الفلاني، وراني خديت التذكره ديال الطائره، وراه غنركب في الوقت الفلاني وغنوصل في الوقت الفلاني. هنا سعاد بدات كترعد وكتقول هذا جاي وغيشك في اختفاء الولد ديالو، وهي ما كانتش عارفه باللي الجد قال ليه راه باللي ولدك ما كاينش. المهم هي خافت. اول ما وصل الاستاذ للمطار في نظركم شكون استقبلوا الشيفور عاشق مراته. قال ليه انا راه صيفطاتني المدام باش ناخذك من المطار للدار باش ما تعدمش في الطاكسيات. قال ليه مزيان، ملي فكرت فيا بحال هكا مزيان، ركب معاه ومشاو للدار. الاستاذ دخل لدارو والشيفور بقى على برا. استقبلات سعاد راجلها هي والبنت، اهلا اهلا، جلس، على سلامتك، ارتاح. قال لها راني دارني راسي. قالت لي نوجد العشاء. قال لها دارني راسي مع الطريق وداك الشيء، عطيني شي حاجه، شي فنيده ديال راس نشربها، ولا ديري ليا شي كاس ديال اتاي. ومشات دارت ليه اتاي، دارت نفس الفعله اللي كانت كدير مع ولدها، جابت مخدر قوي عاطيه ليها الشيفور، دارتو ليه في اتاي. باقي السيد مسكين كاع مرتاح، شرب هذاك الشيء وحس براسو مسكين كيدوخ. صافي الدنيا كدور به،
ديك الساعة هي حلات على الشيفور، دخلاتو، خد واحد الحبل وشنق به الأستاذ حتى مات قدام مرتو وبنتو اللي كانوا واقفين، هما واقفين كيتسناو خروج الروح. غير مات الراجل، تعاونوا على الجثة وهزوها وداوها لنفس البلاصة اللي دفنوا فيها الولد ودفنوه حداه تما. دابا تهناو من الابن ومن الزوج. هي علاش صيفطات ليه الشيفور يتلقى ليه في المطار؟ باش يجيبوا ديريكت للدار، باش حتى واحد ما يعرفوا راه جا، ما يتواصل عائلته، ما طاكسي، ما يجي ديريكت، وباش حتى بوه ما يعرفوش بالله راه جا من السفر. الخبيثه سعاد كتخطط وكتنفذ، وهاد الخطه نجحات ليها، وفعلا الجد كيتسنى مسكين، كيتسنى ولده امتى غيجي باش يقلب على ولده اللي ما كاينش. وداز الشهر الاول الثاني ما جاش الولد، الجد بدا عاوتاني كيراسل ولدو، كيصيفط ليه الرسائل ولا من مجيب. احد الاساتذه اللي كيقريو مع ولدو في هذاك في البلد العربي اللي كان فيه، كيجيو هذوك الرسائل، شاف الرسائل كترو، هو ياخذهم للمدير، قال لي شوف راه اللي باللي الاستاذ ديال الانجليزيه اللي معانا راه سافر رجع لبلادو، ولكن الاب ديالو راه باقي كيصيفط ليه الرسائل. المدير قال ليه غادي نحلوهم ونشوفوا اشنو كاين باش نفهموا. فعلا حلوا الرسائل، قراو باللي الاب كاتب لولدو علاش ما جيتيش للبلاد وانا كنتواصل معاك وما عرفت ليك لا تليفون باش نتواصل فيه لا والو، ودابا كنعرف غير العنوان ديال المدرسه صيفط لك فيه رسائل، وكيأكد عليه باش انه يجي في اقرب وقت باش يقلب على ولده. المدير استغرب، قال الاساتذه ياك هاد الاستاذ مشى وعطيناه الباسبور ديالو وسافر لبلادو، غتقلبوا ليا على الرقم ديال الاب ديالو باش نتواصل معاه. وفعلا بعد عده محاولات قدروا يوصلوا ليه، واتصل به المدير وقال ليه اسيدي انت كتصيفط لينا الرسائل، ولكن ولدك راه صافر، راه صافر دابا 5 اشهر، ولدك راه عندك تما في بلادكم. تما الجد عرف باللي ولدو واقع عليه شي حاجه، ومشى يبلغ المصالح الامنيه، مشى للبوليس، شرح ليهم المخاوف ديالو اللي عنده، وقال لهم انا شاك في مرات ولدي، وقال لهم بان حفيدي حتى هو كنسول عليه وكيقولوا لي راه سافر برا البلاد وهو باقي صغير. فعلا البوليس داروا البحث ديالهم على الولد، عطاهم السميه وهذا، لقوه ما خارج البلاد نهائيا، قالوا لي هذا الولد ما خارج البلاد. الجد قالوا ليه هذا الولد ما خرجش البلاد كيف قلت لكم، قال لهم ولدي الاستاذ اللي كيقري برا، المدير ديال المدرسه اللي كيخدم فيها عيط ليا وقال لي باللي ولدك راه مشى. وفاش قلبوا البوليس قالوا ليه فعلا ولدك وصل لبلاد 5 شهور دابا باش جا. علاش واش انت ما شفتيش؟ قال لهم لا انا ما شفتوش. المهم بقاو كيسولوه حتى قرروا انهم يمشيو للدار ديال الاستاذ باش يعرفوا شنو كاين. خرجت ليهم سعاد وبنتها، سولوها فين هو راجلك؟ قالت لهم راجلي مسافر، راه مشى للبلاد الفلانيه، راه تما كيقري باقي ما جاش. قالوا لها متاكده؟ قالت لهم هي متاكده. وهما شدوها داوها هي وبنتها. طبعا سعاد خبيثه ومراوغه، ما قدروش البوليس يتوصلوا منها ولو بمعلومه، ما وصلوا معها لحتى طريق. البوليس استغلوا ضعف شخصيه البنت وبداو معها التحقيق. كانت اجوبتها متضاربه مع اجوبه الام. المهم بقاو كيزيروا معاها، داروا معاها كاع المحاولات الواعره، فيها حتى قالت الحقيقه. قالت لهم الام ديالي قتلت خويا ودفناته في البلاصه الفلانيه، والاب ديالي حتى هو غير دخل من السفر دارت ليه الام ديالي المخدر وقتلاته.
وقتلوا الشيفور وتعاوننا عليه ودفناه حدا خويا. وفعلًا مشاو البوليس للمكان ولقاو الجثث، وحكات ليهم ديك الساعة القصة كلها من الأول حتى الآخر. المهم تم الحكم على الأم والشيفور بالإعدام، والبنت حكموا عليها ب20 سنة لأنها حتى هي مشاركة وحتى هي مسترة على الجرائم. وهذه هي نهايتهم، هذه هي كانت نهاية قصتنا. الله يكفينا ويكفيكم شر الدنيا وشر الناس اللي ما كتعرفش بينها وبين اللي خلقها، والله يسترنا ويستركم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض على وجه ربنا الكريم. وشكرا لكم على المتابعة، وما تنسوش الإعجاب لهاد القصة إلى عجبتكم من طبيعة الحال، وتعاليقكم. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في قصة قادمة قريبا إن شاء الله.